ودي هنا. يا حماد، وانت طيب يا ابني، وانت طيب، عيد سعيد عليك يا رب ان شاء الله. يا حماد، مفتاح العربيه، النهارده الوقفه صحيح، لا بدل وعدتك هديهولك، انت عارف انا ما برجعش في كلمتي يعني، بس مبدئيا كده يا حماده ده عقد اتفاق، بما انك هتاخد العربيه برضاها يعني المره دي، في كام بند كده لازم نتفق عليهم يا ابني عشان تاخد مفتاح العربيه يعني. مبدئيا كده يا حماده، البند الاولاني الساعه دلوقتي 8، واخد بالك، وانت طبعا في ليله زي الوقفه مش هترجع قبل 7 الصبح، فاي مخالفه من 8 ل 7 الصبح طبعا انت اللي هتشيلها، دي خلصانه مش كده؟ تاني بند هنا يا ابني، انا سايب لك في العربيه نص لتر، واخد بالك، دول يودوك البنزينه اللي على اول الشارع بالعافيه اصلا، فتزودوا في الجمعيه اللي هتعملوها، واخد بالك، وتفولوا العربيه كده، انتوا مش هتتفسحوا على حسابي يا ابني، انت فاهم طبعا انا قصدي ايه، ماشي يا ابني. البند الثالث هنا يا حماده لسع الكراسي، البند دي مهم قوي يا ابني عشان انا بشوف كام لسع في الكراسي، لان العيال بتعمل كده جوه العربيه، واخد بالك، فيا ريت نحترم نفسنا، يا ريت نحترم نفسنا، الله يكرمك يا ابني، اوعى تكون زعلان ولا حاجه، لا 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 مفيش حاجه، خلاص قربنا نخلص. البند الرابع هنا يا حماده، العربيه عدادها عامل 61200، واخد بالك، اخرك معايا 20 كيلو، يعني ما تكلمنيش من اسكندريه زي المره اللي فاتت، واخد بالك، وتقول لي ده انا حواليك اهو، عشان انا زهقت بالحوار ده يا ابني، الله يكرمك، ماشي يا ابني. البند الخامس يا حماد، حموله العربيه دي يا ابني 4 انفار، واخد بالك، اصل انا مش شاري نص نقل عشان تحمل لي الدفعه كلها، واللي راكب في الشنطه واللي فوق السقف وعلى الكبوت ونقعد نلف مش عايز انا الكلام ده يا حماد، الله يكرمك، ماشي يا ابني. لا لا خلاص كده يا حماد، لا خلاص، اصل انا يا ابني بستأمنك على كل حاجه يعني، مش هستأمنك على العربيه، لا لا طبعا، لا طبعا مفيش مشكله، امضي لي هنا بقى يا حماده، الله يكرمك، وصوره البطاقه، واخد بالك، وامك تمضي ضامن هنا، الله يكرمك، عشان برضه تبقى في حد شاهد على الكلام يعني، وصور لي البتاع دي نسختين يا حماد، الله يكرمك، لكن يا ابني ده ترجعوا بالسلامه طبعا، ترجعوا بالسلامه، ترجعوا بالسلامه يا ابني، حق ما يزعلش حد برضه.